ولكن لا تتلقى فقط من طرف واحد. أنت أصلا في مجتمع مغلق، أنت ما تسمع إلا فقط كلام علمائك والكلام اللي يقال للمعمولين. الآن دعوة إليك، أنا أدعوك، أنا بحثت والحمد لله، لكن ما أجبرك ولا أدعي أو أطلب منك أنك تهتدي. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، وكثير من الرسل لم يستطيعوا هداية أقاربهم أبنائهم أو آبائهم، ولكن أنت الآن دعوة إليك، والله دعوة من القلب، دعوة من القلب أنك تبحث عن مصادر التلقي وتبحث عن أدلة على كل عبادة، كل أمر، على الأقل كل أمر مختلف فيه اسمع رأي الآخرين، اسمع رأي أهل السنة. والآن ما في يعني عذر لأحد، ما في عذر. متوفرة، سواء كتب متوفرة، سواء في الفضائيات قنوات فضائية تتكلم وفيها المشايخ يتكلمون، سواء خطب تنقل يوم الجمعة من جميع المحطات، في جميع المحطات تنقل هذه الخطب، اسمع ما يقال فيها. والخطب دائما ما تخلو من كلام على العقائد، كلام في